أختتم القيام بالمهام التي كلفني بها السيد رئيس الجمهورية. تشرفت اليوم بالقيام بهذه الزيارة إلى جمهورية غانا، هذا البلد الشقيق الذي تجمعنا به علاقات قوية وإرث تاريخي مشترك، كما تشترك الجزائر وغانا في العمل على إعلاء المصالح الجوهرية لدول وشعوب قارتنا الإفريقية، بدءا بقضايا التحرر ووصولا إلى قضايا السلم والأمن والتنمية والاندماج التي تقع حاضرا في صلب أولويات الأجندة القارية. وبمناسبة هذه الزيارة تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية لغانا السيد نانا أكوفو-أدو. فلا يسعنا إلا أن نعرب مجددا عن أسفنا أمام حالة الانسداد التي يواجهها مشروع السياسة والإطار الاستراتيجي، وما يزيد من حدة أسفنا أن مرد هذا الانسداد هو رغبة البعض في تكريس سياسة الإقصاء، أو بالأحرى إقصاء عضو مؤسس لمنظمتنا هاته. إن تنظيم وتأطير شبكة الشراكات التي أقامها الاتحاد الإفريقي مع العالم الخارجي أضحت تمس بصفة مباشرة مصداقية وهيبة منظمتنا القارية، خاصة وأن شبكة الشراكات هاته ما فتئت تتوسع وتتمدد في الآونة الأخيرة دون أن يكون لنا كدول أعضاء قول فصل في ذلك. أين نحن من كل هذه المبادئ حين تستدعى 55 دولة للاجتماع بدولة واحدة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يحدد البلد المضيف بصفة انفرادية مخرجات الاجتماع دون الاستئناس بآراء ضيوفه الأفارقة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يتم التعامل معنا كممنوحين لا خيار لهم سوى تلقف ما يقره المانحون؟